حبايب قلبي دودي، كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم كلكم، ويا رب دايما متجمعين، وفي لمة رمضان بتحلى دايما بالصيام وذكر ربنا، وبصلاة التراويح، وكمان بالصدقة. وحتى لو حاجة بسيطة ممكن تعملوها، بس هتبقى أجرها كبير عند ربنا. وعايزة أقول لكم إنكم وحشتوني جدا 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 من القصة اللي فاتت، وجايبة لكم النهاردة قصة حلوة قوي، أتمنى إنها تعجبكم، للكاتبة الجميلة ولا رفعت، فيها أجواء الحارة الشعبية اللي كلكم بتحبوها. وعايزاكم قبل ما تشوفوا القصة تصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تدوسوا لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك بسرعة ويفعل الجرس على كلمة الكل علشان كل حلقة جديدة تنزل توصل لكم. ودلوقتي يلا يا حبايب قلب دودي نشوف الحلقة الأولى. بتمر الأيام بالفرح والحزن، قلوب اتعلقت وقلوب بيخاصمها النوم، وفي قلوب ابتدى يكبر جواها الحب. الكلمات الأخرانية دي كلها يا دوبك وصف كافي لحالة مريم اللي انجذبت ليوسف غصب عنها وهو كمان، لكن كل واحد فيهم كان بيحتفظ بالحب ده سر جوا قلبه. وصلت مريم المحل النهاردة بدري، ما كانش في حد غير خالها والعمال اللي كانوا بيرتبوا البضاعة علشان يفضوا مكان للبضاعة الجديدة اللي راح يعقوب وابنه يوسف علشان يجيبوها من مينا بورسعيد. قعدت تتابع شغلها على اللاب زي ما بتعمل كل يوم، وهي باصة في الشاشة بتركيز علشان ما تغلطش في تسجيل الحسابات، لكن اتنفضت وقتها لما لقت ايد اتحطت على ايديها. لفت راسها وبصت لصاحب الايد اللي مسكته كانت جامدة. أستاذ جسر لو سمحت التزم حدودك. فضل يضحك شوية وبعدين وقف ضحك وقال لها حلوة قوي يا أستاذ جسر منك، وبعدين ايه التزم حدودك دي؟ انت هنا بتشتغلي عندي، واي واحدة بتيجي تشتغل هنا بيبقى هدفها جسر الراوي. ايه ده؟ طفلت ايديها من تحت ايديه وعقبت على كلامه وقالت ايه كمية النرجسية اللي انت عايش فيها دي؟ غير اني اصلا مش بشتغل عندك، انا اللي شغلني الحاج يعقوب قال لي لما يرجع قرب منها وحاوتها بدراعه على الكرسي وهو بيقطعها وبيقول ايه هتشتكي له وتقولي له ابنك حط ايديه على ايديا؟ برقت بديه وقالت لا، هقول له رب ابنك اللي واخد في نفسه مقلب وفاكر كل البنات هتتجنن عليه. قرب وشه من وشها، رجعت لورا، كانت خايفة انه يعمل حاجة، حست بأنفاسه. ما انتي لما هتقربي مني هتحبيني. بصت له بتحدي وقالت ده من عاشر المستحيلات، هو على فكرة أنا مرتبطة. سألها بابتسامة خبيثة وقال لها مرتبطة بأخويا يوسف؟ فجاها بسؤاله وكانت نظراته مستنية إجابتها على أحر من الجمر، وعينيه كلها حقد وغضب، وزعق فيها وقال لها ما تردي. بلعت ريها بخوف وجاوبت وقالت لا، مرتبطة بواحد تاني. نظراته المخيفة خلتها تكتب وتخاف إنه يقول لأخوه على كده وهتكون في موقف ما تحسدش عليه. فضلوا يتبادلوا نظرات لحد لما جه عرفة علشان يقوله كل اللي في المخزن خليته العمال يخرجوه ويرصصوه على الرفوف. أي أوامر تانية يا جاسر؟ لف ليه وكأنه لها أخيرا اللي هيصب غضبه فوقيه. أنا اسمي جاسر بيه، مش منبه عليك مليون مرة تناديني باللقب ده؟ قامت مريم وقفت قدامه وهي بتزعق فيه وبتقول هو انت مين اصلا عشان عمال تتكبر على اللي اكبر منك في السن؟ لكن شدها من دراعها بقوه وهو بيقول لها ما بين سنانه هو انت مالك؟ هتعرفيني اتعامل مع اللي شغالين عندي ازاي؟ لكن عرفه اتوسل اليه وقال له عشان خاطر يا جاسر بيه سيبها، هي اكيد ما تقصدش حاجه. لف ليه مره تانية وهو بيوبخه وبيقول هو انت عمال تتحاملها كده ليه؟ كانت من بقية عيلتك؟ لانه يبقى خالي. صوت مية البحر وصوت الطيور كانت كافية إنها تعمل لحن تخلي أي حد يحب يسمعه. يعقوب كان عمال يسمعها وهو بيحكي لابنه اللي قاعد قدامه على الترابيزة وبيقول عارف يا يوسف يا ابني، المكان ده جينا فيه أنا وأمك الله يرحمها، كان قبل لما نتجوز. أنا عمري ما كنت أتصور إنها تسيبني بسرعة أوي كده. كان بيسمع والده بسعادة وبعدين قال معقولة يا بابا كنت بتحب ماما الله يرحمها أوي كده؟ اتنهد والده وبعدين بص لمية البحر وقال كنت وما زلت، ده حبها بيزيد في قلبي كل يوم. رؤية دي كانت جنة الدنيا اللي ربنا رزقني بيها،
كنت بشوفها ملاك عايش في وسطنا. تعرف يا بابا، من كتر كلامك عليه حسيت إني كنت عايش معاه. أنا بتمنى إن ربنا يرزقني بزوجة زيها بالظبط. وأول ابنه لما قال له كده خد نفسه يعقوب براحة، وكأنه قصر طريق طويل عليه، وخصوصا حوالين الموضوع اللي كان عاوز يكلمه فيه. انت كده وفرت علي اللي كنت عاوز اقولهولك. عاد حجبه باستغراب وقال: حضرتك تقصد ايه؟ جاوب يعقوب وهو بيتمنى من جواه ان يطلع احساسه صح. مش انت كنت لسه بتقول نفسك تتجوز واحدة زي امك الله يرحمها؟ انا بقى بقولك موجودة، بس مش زيها بالظبط، لكن فيها منها كتير، هادية ومحترمة وبنت أصول، وظروف حياتكم تشبه بعض. سأله وقتها وقال: حضرتك قصدك على مريم؟ رفع حواجبه بدهشة من ذكاء ابنه وقال: وهي في غيرها؟ أديك اتعاملت معاها وتقريبا تعرف عنها كل حاجة، حتى كمان بتحب العالم زيك ومجتهدة وبتشتغل عشان تكمل تعليمها. تلاقيها مش عاوزة تحمل خالها فوق طاقته. ويا عالم، مراته الحرباية قالت لها كلمتين مش تمام. من الآخر البنت دي عجباني قوي وبتمناها ليك، انت ايه رأيك؟ رد عليه يوسف وقال: مش لما اعرف رأيها هي الأول؟ ضحك والده وقال له: اطمن، هي بتحبك ويمكن اكتر كمان. اسألني انا، من نظرة واحدة بعرف اللي قدامي ده قلبه مشغول ولا لا. ابتسم لوالده وقال له: ماشي يا بابا، لما نرجع بإذن الله هبقى اكلمها، ولو طلعت زي ما حضرتك بتقول هيبقى نروح انا وانت وماما راوية ونطلب ايديها. طبطب يعقوب على ايد ابنه بحنان وهو بيقول: ربنا يكتب لك كل خير، هي غالية يا ابن الغالية. أما عند مريم كانت خلصت شغلها وراحت سألت خالها وقالت: خالو، أنا خلصت شغلي، أنت مروح معايا؟ كان عرفة مسك دفتر وبيدون فيه علامات قدام كل نوع بضاعة بعد لما اتأكد من ترتيبها على الرفوف. لا، أنا قدامي ساعة عقبال لما أخلص، روح أنت يا حبيبتي. سابت المحل وخرجت الشارع الرئيسي ومنه على شارع هادي بيوصلها للشارع اللي فيه بيت خالها. لكن وقتها حست بخطوات ماشية وراها، وقفت فجأة ولفت ملقتش حد، لكن وقتها لقت قطة نطت من شباك بيت مهجور خلتها تتنفض. فضلت تقرا أذكار ولفت علشان تمشي، لكن وقتها لقت قبضة قوية شدتها ودخلتها للبيت المهجور. كانت لسه هتصرخ، لكن لقت ايد زقتها على الحيطة وقربت منها وحطت ايديها على بقها. لو صرختي او عملتي اي حاجة عارفة دي. رفع قدام عينيها آلة وسعت عينيها بخوف، ابتسم بسعادة من خوفها اللي بيحسسه باللذة، وبعدين حذرها وقال لها: دي هقوم قاطع بيها رقبتك الجميلة دي. وبعدين بص بعينيه على مفاتنها وعلى فستانها اللي كانت لابساه. انا هشيل ايدي ونتكلم مع بعض بالعقل، اصلك بصراحة دخلتي مزاجي قوي وعجبتيني. لو طلع عم عرفة خالك يعني زيتنا في دقن. كانت بتتكلم من تحت ايديه وهو مش فاهم من همامتها حرف واحد. بعد ايديه وقال لها: كنتي بتقولي ايه يا قمر؟ كنت بقولك انك لو اخر راجل في العالم عمري حتى ما هبصلك، واللي في دماغك ده تنسى خالص، لانك مش الراجل اللي اتمناه. قالتها وهي بتزقه في صدره، لكن مسك دراعها وقال لها بغضب: جرايه يا بت، انت اللي زيك يتمنوا بس ان اعدي من قدامهم. حاولت تشد ايديها منه وهي بتقول: هو انا مش زيهم؟ ممكن تبعد عني بقى وتسيبني في حالي؟ لكن كان عمال يبص لها ويبص على وشها وجسمها زي الثعلب المكار اللي عايز يهجم على فريسته. حط الميدالية تاني في جيب بنطلونه اللي ورا. طيب ما تيجي نتجوز عرفي وأوعدك هخليكي تعيشي ملكة. بصيت له بسخرية وقالت: انت بجد مصدق نفسك ولا بتستعبط؟ جاسر يا راوي، انت اللي زيك المفروض يروح يتعالج ولا يروح يتوب لربنا عن القرف اللي انت عايش فيه. والله انا بستغرب انت ازاي ابن الحاج يعقوب ولا حتى اخوي. واول لما قالت اسم اخوه شدها من شعرها وهو بيقول: شايفاني مجنون يا بنتل؟ هو ربنا لكسر عينك وهخليك تبوسي ايدي عشان ارحمك. كان هينقض عليها عشان يبوسها بالعافية، لكن ضربته بقوة في رجليه، اتألم بشدة وبعد عنها. استغلت ألمه وقدرت انها تهرب. فضلت تجري لحد لما وصلت قدام بيت، وقفت علشان تاخد نفسها. بصت وراها ما لقيتوش، حمدت ربنا انها قدرت تهرب منه. وبعدين بصت قدامها لكن شهقت لما شافت ابن خالها. في ايه؟ شفتي عفريت؟
بصيت له بضيق وهي بتقول: تصدق بالله العفريت عندي أرحم بكتير. اتصنع الوداع والبراءة وهو بيقول لها: الله يسامحك، وأنا اللي كنت مستنيك عشان أقولك إني مسافر بكرة، رايح شغل في الغردقة، وهقعد هناك شهرين وأنزل أجازة 10 أيام. هتوحشيني يا مريومة. ابتسمت ابتسامة صفرة وبعدين قالت: ما تشوفش وحش. بصلها بعتاب وقال لها: كده برضو؟ بدل ما تقوليلي انت كمان هتوحشني يا ابن خالي. مش كفاية انك عورتيني وعديتها لك، وامي لما سألتني قلت لها دي اصابة عمل؟ رفعت صباعها في وشه وهي بتقول: عارف يا محمود، انا لولا صلة الرحم اللي ما بينا ولولا خالي كان زماني بدل ما حطيتها في ايدك كنت حطيتها في قلبك وخلصت منك. يلا غور من قدامي. مشيت ودخلت البيت وسابته واقف عمال يبصلها بتعجب. ماشي يا مريم، كلها شهرين وارجع لك يا بنت عمتي. صحيح، قسوة العشق لما تتحدى الظروف أصعب من أي حاجة. كم شخص كان نفسه يكمل قصة حبه، لكن الرياح بتأتي بما لا تشتهي السفن علشان تحط النهاية قبل بدايتها. كانت رايحة جاية في أوضتها وهي ماسكة تليفونها وبتتصل بيه للمرة 100 وما بيردش. الحال ده كان مر عليه أكتر من يومين. التفكير كان هيموتها، كان نفسها تشوفه، لكن والدها أقسم إن رجليها ما تخطيش برا البيت. انتبهت لحركة والدتها برا وهي بتنده بصوت عالي: يا رؤي. خرجت من أوضتها وهي بتقول: نعم يا ماما. نعم الله عليكي يا قلب أمك، أنا نازلة السوق وأبوك اتصل وقال هيجي هو ويوسف على آخر النهار، وأخوك جاسر اللي هيشلني قريب بقاله يومين بقيت بره، أكيد ما صدق إن أبوه مش هنا. هتلاقي يا بنت عند أصحابه الصياعين اللي زيه، هو يا ريت ما نزلش من هنا تقومي متصلة بابن خالتك اللي ما جالناش من وراه غير وجع القلب انت كمان. بصت لها بمكر وقالت: حاضر يا ماما، أنا أصلا مش بكلمه من وقتها. يا ريت ما تكونيش بتضحكي عليا. يلا خدي بالك من نفسك واقفلي الباب ورايا كويس. خرجت والدتها من البيت، أما هي رجعت أوضتها وكانت لسه هتقعد على السرير وتمسك تليفونها، لكن اترجعت لما سمعت صوت جرس الباب. نفخت بدي وقالت: شكلها نسيت حاجة كالعادة. حاضر يا ماما. قامت وراحت علشان تفتح الباب. انت نسيتي؟ لكن شهقت لما لقيت واقف قدامها. انت ازاي طلعت هنا؟ امي لسه نازله. زقها لجوه بالراحه ودخل وبعدين قفل الباب وقفله بالترباس. انت بتعمل ايه؟ يلا امشي من هنا، امي لو رجعت وشافتنا هتبقى مصيبه، وهيبقى فيها موتي لو جسر رجع دلوقتي. قرب منها وشدها من ايديها وحاوتها بدراعاته وقال لها: صوتك العالي ده اللي هيفضحنا. اطمني، خالتي انا حافظها، قدامها ساعة ولا 2 وعقبال ما تشتري الحاجة من السوق، وجاسر لسه مكلمه وقافل معاه، بقيت عند واحد صاحبه ومش هيجي الا بالليل، وابوك ويوسف في بورسعيد زي لما جاسر قال لي، هو قدامهم اللي بالليل عقبال ما يرجعوا. حاولت تتخلص من دراعاته علشان تبعد عنه. يعني انت عايز ايه برضه؟ خلاص اللي ما بينا انتهى وابويا جاب لك الناحية. شدها بقوة لصدره وهو بيقول لها بإصرار طالع من عينيه: اللي بينا لسه موجود، وأبوكي ده كلامه على نفسه مش عليا، انت بتاعتي أنا برضاه أو غصب عنه وعن أي حد. حاولت تتخلص منه وقالت: انت عاوزني أقف قدام أبويا ولا اتجوزك غصب عنه؟ مشي بيها ناحية أوضتها وهو بيقول لها: قدامك حلين، الأول نهرب سوا على أي بلد بعيد ونتجوز هناك. فلتت من بين دراعاته وزقته من قدامها وقالت: مستحيل، هو انا ايه اللي يجبرني اعيش هربان وكمان ابيع اهلي؟ انا صحيح بحبك منكرش، بس ممكن نصبر لحد لما ابويا يصلح فكرته عنك ويوافق عليك في الاخر. فضل يبصلها بنظر دبت الرعب جواها. مسكت هدومها وهي بترجع خطوة خطوة لورا وبتسأله بخوف: حمزة، هو انت شارب حاجة؟ قرب منها خطوة خطوة وهو بيقول لها: ابوك اللي اضطرني اعمل كده، يمكن لما يتحط قدام الامر الواقع يوافق غصب عنه. بلعت ريها بخوف وهي بتحط ايديها على باب اوضتها: حمزة، انسى خالص اللي انت ناوي عليه، انا كنت غلطانة لما كنت بسيبك تتجوز حدودك معايا بحجة اننا بنحب بعض واننا هنتجوز واني مراتك قدام ربنا. اخرة الحرام ابويا مش راضي وامي وامك خسروا بعض. الحرام فعلا اللي ابوك بيعمله معايا، ومفيش غير الحل ده عشان نكون مع بعض. قالها وفي عينيه وعد زي النار اللي هتحرق كل اللي بيقابلها. اعتدى عليها
وما رحمش توسلاتها علشان يسيبها، وكأنها حق ملكية ليه ولازم ياخده بالقوة. أو يمكن دي بداية للي بيخطط له من زمن بعيد. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس لسه للحكاية بقية. يا ترى رؤية هتعمل ايه بعد اللي عمله فيها حمزة؟ ويا ترى جاسر هيعمل ايه مع مريم؟ ويا ترى يوسف هيتجوز فعلا مريم ولا القدر ليه رأي تاني؟ كل ده واكتر لو عايزين تعرفوه استنوني في الحلقة اللي جاية. هستنى توقعاتكم وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني. بس اللي لسه مشتركش في قناتي يشترك بسرعة ويفعل الجرس على كلمة الكل علشان كل حلقة جديدة انزلها توصل لكم. بحبكم جدا واستنوني في حلقة جاية. حبايب قلبي دودي، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم. ويا رب دايما متجمعين وفي لمة رمضان بتحلى دايما بالصيام وذكر ربنا وبصلاة التراويح وكمان بالصدقة. وحتى لو حاجة بسيطة ممكن تعملوها بس هتبقى أجرها كبير عند ربنا. وعايزة أقول لكم إنكم وحشتوني جدا 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 من القصة اللي فاتت، وجايبة لكم النهاردة قصة حلوة قوي أتمنى إنها تعجبكم، للكاتبة الجميلة ولا رفعت، فيها أجواء الحارة الشعبية اللي كلكم بتحبوها. وعايزاكم قبل ما تشوفوا القصة تصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تدوسوا لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك بسرعة ويفعل الجرس على كلمة الكل علشان كل حلقة جديدة تنزل توصل لكم. ودلوقتي يلا يا حبايب قلبي دودي نشوف الحلقة الأولى. التهاون والتمادي في الغلط تحت اسم الحب، جملة ألفها اللي عاوز يحلل الحرام. وسهل قوي يقولوا علاقة غير كاملة، ما يعرفوش إن الموضوع ده ما بينتهيش غير بكارثة. وده اللي حصل لرؤية لما سابته يتجاوز حدوده معاها. عارف قد ايه هي ضعيفة قدامه ومن السهل إنه يسيطر عليها. ما قدرتش تحكي حرف واحد من اللي حصل ده لعيلتها لأنها عارفة من العواقب اللي هتقع فوق راسها. كانت قاعدة في زاوية وهي بتبكي بقهر وألم وماسكة هدومها اللي مقطعها. أما هو قام بتقل، هو ما تحملش عياطها فزعق فيها وقال لها ما خلاص يا حب، عياطك ده ملهوش فايدة. لفت ليه وقالت له بضيق وقرف طالع من قلبها أنا بكرهك بكرهك. قاعد جنبها وهو بيمد ايديه وبيحطها على ظهرها. ما هو كان لازم ده يحصل لكن قطعته وهي بتصرخ فيه وقامت من جنبه وجسمها بيتنفض. ما تلمسنيش، هو لو كنت فاكر بعملتك دي اننا هنتجوز فانا بقولك لا، هو الف لا. قام من جنبها وهو بيقول انا مش هاخد على كلامك لاني عذرك ومقدر الحالة اللي انت فيها. وبعدين بصلها وهو باصص في عينيها بنظرة شيطان لعين وقال لها بصي جنبك وهتعرفي انه خلاص كلمة لأ دي جت متأخر قوي قوي يا رؤى. استأذنك بقى قبل خالتي لما تيجي. سلام يا حب. بعت لها بوسة في الهوا وسابها متحطمة وقلبها بينزف على حالتها اللي يرسى لها. أما في مكان تاني نزل من العربية قدام المتجر بتاعه فاستقبله العمال وعلى راسهم عم عرفة وهو بيقول بفرحة حمد لله على سلامتك يا حاج يعقوب انت والأستاذ يوسف. رد يعقوب عليه وقال له الله يسلمك يا عم عرفة. ورد يوسف هو كمان وقال له الله يسلمك يا عم عرفة. قال كده يوسف وهو ماشي ورا والده لحد لما دخلوا جوه ووراهم عرفة. فاتكلم يعقوب وقال خلي الرجالة ياخدوا بالهم من البضاعة ويرصوها كويس يا عرفة. أمرك يا حاج. بص يعقوب حواليه وهو بيدور على حاجة معينة. أمال فين جاسر؟ عرفة وقتها معرفش يقوله ازاي، كان خايف يقوله إن جاسر ما جاش من يومين وإن هو اللي بيباشر العمل بنفسه علشان يتجنب شر جاسر. والله يا حاج، لكن قطعه دخول جاسر اللي كان لسه واصل. حمد لله على السلامة يا أبو جاسر، قالها وهو بيبص لأخوه علشان يعرفه إنه قاصد يقول كده. دور يوسف وشه وبص لوالده وقال أنا هروح أشوف مريم عملت إيه في حسابات آخر يومين. لكن عرف رد عليه وقال معلش يا يوسف يا ابني، مريم مشيت بدري عشان كانت تعبانة شوية وما كانتش عايزة تمشي والله، لكن أنا اللي قلت لها تروح وترتاح. رد يوسف والقلق باين في عينيه أنا هكلمها أطمن عليها. لكن عاقب جاسر بسخرية وقال يا حنين. يوسف بصله بغضب وبعدين قال له بقول لك ايه يا جاسر، خلي تعليقاتك السخيفة دي لنفسك. خلاص يا ابني انت وهو انتوا هتتخانقوا قدامي في محل أكل عيشنا كمان.
رد يوسف على والده باعتذار وقال: أنا آسف يا بابا. أما جاسر اكتفى إنه يبص لأخوه بعداوة ما اتغيرتش من ساعة لما كانوا في مرحلة الطفولة. شاور ليهم والدهم ناحية الكراسي اللي قدام المكتب وقال: اتفضلوا اقعدوا عشان عاوزكم في موضوع مهم. عرفة كان لسه هيمشي وقال: عن إذنكم يا جماعة. لكن يعقوب وقفه وهو بيشاور له إنه يجيب كرسي فاضي وهو بيقول: اقعد يا عرفة عشان عاوزك انت كمان في نفس الموضوع. قعدوا التلاتة وهما مستنين يشوفوا يعقوب هيقول ايه. دلوقتي يوسف خلص الجامعة والشغل الحمد لله موجود هنا، وكمان هيتعين بإذن الله معيد في الكلية. وجاسر كان نفسي يكمل تعليمه بس هو بقى اللي اكتفى بالدبلوم اللي خده بالعافية. جاسر وقتها نفخ وبعدين قال بعد لما قام: بما إنها فيها تلقيح كلام يبقى بلاها القعدة دي أساسا. لكن والده زعق فيه وقال له بأمر: اقعد مكانك، لما خلص كلامي بقى قوم. قعد جسر وهو متضايق، فكمل يعقوب وقال: أنا عايز أفرح بيكم وأشوف أحفادي قبل ما أقابل رب كريم. لكن رد يوسف بسرعة وقال: بعد الشر عليك يا بابا. وعرفة كمان قال له: بعد الشر عليك يا حاج، ما تقولش كده، ربنا يديك طولة العمر. أما يعقوب عقب على كلامهم وقال: الموت عمره ما كان شر، ده قدر ومكتوب علينا كلنا. بس سيبكم من الموضوع ده، نيجي بقى للموضوع المهم. بصراحة كده يا عرفة أنا عاوز مريم ليوسف ابني. ابتسم يوسف بسعادة فكمل والده وقال: هو أمنية بنتك لجاسر ابني. قام جاسر بغضب وهو بيقول: هو حضرتك بتقرر بالنيابة عني من غير لما تسألني؟ طب ايه رأيك بقى، أنا مش موافق. ولا أقولك على حاجة أحسن، خلي يوسف ابنك حبيبك يتجوز الاتنين. رمى الكلمتين دول ومشي ومهتمش لوالده اللي نده عليه، وحس بالإحراج من عرفة وقال: حقك عليا يا عرفة، ابني ده من يومه وهو تعبني، وكل ما أقوله على أي حاجة هيعمل العكس، ما تاخدش على كلامه، وبإذن الله زي ما قلتلك، وبكرة إن شاء الله هنجيلكم نقرا الفاتحة ونشرب الساقع. طبعا يا حاج، تيجي تشرف البيت بيتكم، أنا ليا الشرف إن ولادك ياخدوا بناتي، بس أتمنى إن ما يكونش جاسر مغصوب إنه يتجوز بنتي. حضرتك ما تقبلهاش على رؤية بنتك يا حاج. هز راسه وقال: طبعا لا، أنا ما قبلش بكده، ولا على بنتك ولا على بنتي، وزي ما قلتلك مجرد إن هو بيعاندني، وبإذن الله كله هيتم على خير. بص ليوسف وبعدين قال: روح ورا أخوك واتكلم معاه وخليه يعقل. قام يوسف وقال من غير لما يسمع والده: يعقل مين بس يا حاج، ده لو طال يولع فيا مش هيتردد لو لحظة، هلعقله. قال. أما جاسر كان واقف جنب عربيته وبينفخ دخان سيجارته وبيسمع لوساوس شيطانه بتركيز، شيطانه اللي مسلطه على أخوه ومخلي كراهيته ناحية والده تزيد. ما حسش بأخوه اللي قرب منه وقال له: ممكن أعرف سبب واحد يخليك كارهني أوي كده؟ ده أنا لو كنت عدوك بجد كنت هتعملني أحسن من كده يا جاسر. بصله جاسر بضيق وبعدين قال: طيب ما انت عارف اهو، بتسأل ليه؟ ربع ايديه قدام صدره وبعدين قال: بسأل عن السبب، لأني كل ما اقعد مع نفسي بقول هو أنا عملت لك ايه؟ ربنا يعلم أنا بحبك انت ورؤية قد ايه وبخاف عليكم. بابا لما كان بيعاقبك واحنا صغيرين كنت باجي واسيك وبابا نفسي احضنك وطبطب عليك، ما كنتش بلاقي منك غير الجفا والقسوة ونظرة كراهية عمرها ما اتغيرت. رمى السيجارة على الأرض وداسها بجزمته وقال: وهفضل أكرهك لحد آخر يوم في عمري. عايز تعرف ليه؟ لأنك من يوم ما دخلت حياتنا وانت واخد كل حاجة، الحب والاهتمام، بيتضرب بيك المثل في كل حاجة حلوة، وأنا الشرير اللي بيجيبوا سيرته عبرة. هز راسه بضيق وكأنه بيرجع الذكريات السيئة جوه راسه وكمل وقال: حتى أمي انت المفضل عندها رغم انك ابن ضرتها، ده غير ان على طول بتقارني بيك وكأنك ملاك نازل من السما، وانا الشيطان الرجيم الملعون. لا وكمان لما ابوك يقرر يجوزنا احنا الاتنين يخلي الحلوة ليك والوحشة ليا. ها، تحب تعرف ايه تاني؟ يا جاسر، ده انت شايل مني على الاخر، بس احب اعرفك في الاول وفي الاخر احنا اخوات، ويا ريت تراجع نفسك قبل فوات الاوان. احنا ملناش غير بعض، انا وانت ولاد يعقوب. لكن جاسر ما لقاش رد غير انه يبص له بوعيد ومشي من قدامه قبل لما ينفذ اللي بيمليه عليه شيطانه اللعين. وفي مكان تاني اتجمعت عيلة عرفة حوالين الترابيزة، وكانت هويدا ساندة على الترابيزة وحاطة ايديها على خدها بحزن. انتبه جوزها ليها وسألها بسخرية وقال:
مين اللي ربنا يبارك له ومزعلك يا ام محمود؟ بصت له ورفعت حاجبها وقالت: انت بتدعي لمين يا راجل؟ هو مين ده اللي يقدر يزعلني؟ ضحك وبعدين جاوب بتوتر وإنكار وقال: ابدا يا حبيبتي، انا كنت بدعيلك، بقول ربنا يباركلك وبقولك زعلانه ليه. اتنهدت وبعدين قالت: الواد محمود من وقت لما سافر هو البيت تحسه فاضي كده وساكت. بلع اللي في بقه وبعدين عقب وقال: دول شهرين وراجع، امال بقى بنتك ومريم لما يتجوزوا ويبعدوا عنك هتعملي ايه؟ وهنا بقى انتبهت أمنية اللي كانت داخلة المطبخ علشان تصب الشاي. خرجت بسرعة علشان تسمع بيقولوا ايه. أول لما جاوبت والدتها بسعادة وقالت: يا نهار أبيض، هفرح لهم طبعا، بس ربنا يا أخويا يقويك ويعينك على جهازه. قرب منها وقال لها بصوت واطي: هقولك على حاجة، بس ما تقوليش للبنات ولا لأي حد غير لما يجوا بكرة. سألته باستفهام وقالت: هما مين يا أخويا اللي جايين؟ يا ولية وطي حسك، الحاج يعقوب لما رجع جمع ولاده الاتنين وأنا كنت معاهم، وقال إنه عاوز مريم ليوسف وجاسر لأمنية. صحت بساعتها وهي مش مصدقة. قول والله العظيم يا عرفة. خبطها في كتفها وهو بيقول: تصدقي بالله أنا استاهل ضرب الجزمة إني بحكي معاكي. معلش يا أخوي، حقك علي، ده بس من فرحتي. بص قدامه وبعدين قال: أنا قلقان قوي، أصل لما قال لجاسر إنه ياخد أمنية الواد قام زي اللي ضغطه عقربة وقال إنه مش موافق. شهقت هويدا وضربت على صدرها وقالت: ليه إن شاء الله؟ هو مالها يا بنتي؟ ده هو اللي يحمد ربنا إنها ترضى بيه، ده كفاية سمعته اللي زي الزفت اللي سابقاه بتاع البنات أبو سجارة وكاس. يعني عليكي يا بنتي، رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. طيب بقولك ايه عشان تعملي حسابك، هما جايين لنا بكرة بالليل، بيعملي حاجة تشرفنا قدام الحاج وولاده. رفعت بقها على جنب وبعدين قالت بسخرية: حاضر يا أخويا. جت الحزينة تفرح ما لقيتلهاش مطرح. دخلت أمنية المطبخ بعد لما سمعت كلام والدها وعرفت إن جاسر رافضها. جمعت الدموع في عينيها وبعدين طلعت التليفون من جيبها وبعتت له رسالة على التطبيق المزيف اللي هي عاملاه: لو عايز تعرف أنا مين قابلني في الشارع بكرة الصبح. أما هو كان لسه هيروح في النوم وموبايله كان مرمي على الكومودينو وهو مفضي شحن. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس لسه للحكاية بقية. يا ترى جاسر هيعمل ايه لما يعرف ان هي أمنية بنت عرفة؟ ويا ترى الحاج يعقوب هياخدهم فعلا ويجوزهم البنتين ولا هيحصل ايه؟ وكمان رؤية يا ترى هتعمل ايه بعد اللي حمزة عمله فيها؟ كل ده واكتر لو عايزين تعرفوه استنوني في الحلقة اللي جاية. هستنى تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني، واللي لسه مشتركش في القناة يشترك بسرعة علشان ما يفوتوش أي حلقة مننا. بحبكم جدا واستنوني في حلقة جاية جديدة.